السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. مبروك عليكم. هاد السنه ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه وبالسلامه وبطولة العمر، والله يجعل سيدي ربي يرحمنا بشي شتيوه. سمحوا لي طولت عليكم الغيبه، يعني شحال هذا ما بقيت حطيت حتى شي فيديو حتى شي حاجه، ما بقيتوا كتعرفوا عليا حتى شي حاجه غير الظروف وصافي. اليوم ان شاء الله انا رجعت نعاود للخدمه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الطلبيه ديال الخطبه ديال جارتي، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، عندي واحد 6 ديال البساطل اللي غادي ندير اليوم ان شاء الله. بالنسبه للمقادير، هنا عندي واحد 8 ديال الحبات ديال الزعفران، ديال ضما ديال الزعفران كيف كتشوفوا. كنحكوهم ولا غنديرهم غير بحال هكا بحال يدي، انا كنخدم غير بيدي. غادي ندير الخرقوم عرق، 2 معالق. غادي نزيد، غندير تقريبا شي 6 المعالق، 3 4 5 6 المعالق، يعني بومبي عامرين. عندي هنا سكينجبير، شي 4 المعالق ديال السكينجبير، ومعلقه ونص ديال الابزار، ما تكثروش البزار بزاف. عندي واحد 2 معالق ديال السمن كبار. والملحه غادي نديروا الملحه على حسب الذوق، وكنفضل من الاحسن الا كنتو غاسلين، ما تغسلوش الدجاج بالملحه باش ما تجيكمش مالحه بزاف. انا الدجاج كنغسلو بالحامض والسكينجبير والطحين. صافي، زدت هنا واحد الزلافه ديال الماء، غادي نخلط كل شيء مزيان. ما تنساوش البنات ديروا الثومه. انا راه البسطيله كندير فيها الثومه راه ما كتجيش باينه. هنا تقريبا درت واحد الكركوبه ديال الثومه. هنا راه عندي تقريبا واحد 20 طير ديال الدجاج اللي عندي تقريبا. بالنسبه للحبه وحده من بعد ان شاء الله، وغادي ندير لكم نصور لكم ديال بسطيله وحده. صافي، خديت هنا الدجاج انا قسمته على 4 كيف كتشوفوا، وكنديروا في هاد التشرميله هادي. كنشربنو بحال هكا مزيان، وكنديرو في الطنجره. كي قلت لكم الثومه انا تنديرها البنات غير ديروها، هي ما بالعكس هي كتبنن، وراه ما كيجيش المذاق ديالها لان كطيب. راه ما كيجيش المذاق ديالها. انا كندير الثومه في البسطيله، راه كتجي خطيره البنات، وكتجي البنه. المهم انا كيهمني هو البنه. صافي، هنايا غنكمل الدجاج كله غادي نشرملو في ديك التشرميله. وديروا القياس اللي عطيتكم بالضبط بالنسبه للدجاج وحده. من بعد ان شاء الله، او نقدر نديرها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف عفوا. غادي ندير لكم هذا المقادير ديال الدجاجه وحده. هنا غندير واحد 2 معالق ديال القرفه اللي غندير دابا 2 معالق، وحتى الاخر مع البصله، وغادي نزيد معلقه واحده اخرى. صافي، هنا غادي ندير الماء. انا كنشحرها بالماء، كنقليه بالماء، والزيت كنخليه حتى كيتشحر مزيان وكيشرب ليا ديك التشرميله ديالو. عاد كندير الزيت. بالنسبه للزيت تقريبا درت شي 8 الكيسان اللي درت ديال الزيت، راه ما مصورينش كلشي. درت تقريبا نديرو شي 8 الكيسان اللي درت ديال الزيت. الزيت البلديه درت غير كاس، راكم كتعرفوا الزيت البلديه دابا راه ولات 100 درهم، يعني غاليه. صافي، ودرت واحد القبيطه ديال المعدنوس، ودرت واحد 2 عواد ديال القرفه. صافي وبقيت حتى طاب ليا الدجاج مزيان، حيدته. ودابا هنايا درت البصله. ملي طاب الدجاج دغيا دغيا طاب، نقصت عليه الفرن وخليته كيتقلى على خاطرو. درت الماء ما كثرتش الماء، غير تطاب ليا داك الدجاج حيدته، وزدت البصله وزدت عليها تقريبا واحد الزلافه ديال المعدنوس اللي زدت عليه حتى طابت. ها هو الدجاج كيف كتشوفوا راني حيدته. هنايا البنات راه كيصاوبوا ليا في اللوز، بنات جارتي. صافي، اللي عندها نيت المناسبه. هنايا درت اللوز. كنديرو بالنسبه للوز كنديرو في الزيت بارد حتى كيتحمر كيف كتشوفوا. ضروري البنات ما ديروا في الزيت بارد. هنايا الدغميره كيف كتشوفوا البصله راه تشحرات. انا ما بغيتش نصور لكم كلشي باش ما يجيكمش الفيديو طويل ممل. كنبقى ملي كنديرها كطيب ما كنغطيهاش. باش كندير البصله ما كنغطيهاش، كنخليها حتى كطيب، وانا كنحرك حتى كتدغمر. هنايا درت عندي شحال من بيضه. درت هنايا 50 بيضه اللي درت من القياس ديال 10 في كل بسطيله. صافي، المهم درت هنايا قلنا 50 بيضه اللي درت، ما درتش 60. حتى درت 6 ديال البسطيلات. درت غير هذا، درت غير 50 وحده. صافي، طربت البيض مزيان، درت فيه شويه قطيره ديال الزهر. ضروري البنات كديروا الروح ديال الزهر. انا كدرت الروح ديال الزهر، هذيك القريعه الصغيره، ولا ديروا الزهر نيت ماشي مشكل. تاخذوا ديك الزهر ديال بالعامري، هو كديروه مع البصله، او كديروه مع البيض. انا درته مع البيض باش كتبقى النسمه ديالو مزيانه وما كيجيناش مر. صافي، طربت البيض ودرته هنا، وكنبقى تنحرك حتى ما كيبقاش حتى كينشف، وكتولي عندي ديك البصله هي والبيض كيوليو محبين،
يعني كينشفوا مزيان تيولي محبين، وما كتبقاش فيها الماء باش ما كتفزكش لينا هذه ديالنا الورقه ديالنا. هنايا الدجاج كله دزت خليت بيض البيض وداك الشيء خليته كيبرد، ودزت كنقطع في هذا في الدجاج. كيف كتشوفوا دائما كنقطعوا داك الصدر، كنقطعوه على العرض باش ما كيجيناش طويل وكيجينا انت كتجريه هو تيجر. هنايا درت سكر كراسي مع اللوز. انا اللوز عندي 5 كيلو ديال اللوز اللي درت، 5 كيلو على اساس غندير كيلو الا ربع في الوحده. صافي ودرت غادي ندير القرفه، غادي ندير تقريبا واحد معلقه ونص ديال القرفه حتى لجوج معالق. السكر كديروا على حساب الذوق. ودرت واحد شاصيه ديال فاني او جوج ديال فاني اللي درت هنايا، ديال ماشي ديال فاني، شاصيات ديال الزهر. المهم المقادير ان شاء الله غتلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف بالتفصيل، وغنعطيكم ديال الدجاجه وحده ان شاء الله. صافي وتنخلطو مزيان. كيف كتشوفوا انا ما كندير ليه لا زيت لا زبده لا والو، كنخليه بحال هكاك ناشف. او ممكن الا بغيتو تزيدوه الزيت كتزيدوه شويه من الزيت اللي سقطرنا من هذيك البصله والبيض ديالنا او الدغميره. ملي طابت ليا درتها في واحد الصفايه وخليتها. كتقدر انا هادشي كله البنات وجدته في الليل، يعني السبت في الليل وجدت كل شيء وجدته. بقى لي غير البيض والبصله حتى النهار لحد في الصباح. عاد باش صيبت درت البصله كانت مدغمره وكل شيء. غير شعلت عليها وضفت عليها البيض وصافي، ودرت البيض معاه الزهر. صافي حتى طاب البيض ودرته في الصفايه وخليته كيقطر. هذاك اللي دام اللي كيبقى ليا ديك الزيت اللي كيبقى ما كتبقى فيه حتى قطره ديال الماء. ديك الساعه درته كيتصفى وخليته هو باش غادي نخدم دابا باش كندهن الورقه. بالنسبه للورقه البنات هنايا ضروري كديروا هكا. درت انا 11 ورقه اللي درت، يعني درت 7 لتحت في الجناب ودرت جوج الوسط، وغادي ندير وحده عاود الفوق 11 الورقه. دائما الورقه كنديروا وحده، دائما كنديروا الكثير برا والقليل لداخل الورقه. وكندير كل ورقه كنديرها على النص ديال الورقه الاخرى. كنتمنى تكونوا فهمتوني. المهم الطريقه راه بانت وراكم شفتوا كيفاش درت ليها. درت الدجاج كله كيف كتشوفوا. كنتمنى تكونوا فهمتوني. دابا ان شاء الله ندير لكم القياس ديال البسطيله وحده اللي بغيتو، خليوها ليا في الكومونتير وندير لكم القياس ديال وحده. صافي هنا خديتها نتوما كتشوفوا راه داير هذيك البيض هذا والبصله درتهم كيتسخطروا مزيان، درتهم في الشبكه. صافي غادي ندير دابا الطبقه الثانيه ديال البصله والهذا والبيض. كيف كتشوفوا هذه هي البسطيله يعني القديمه الاصليه ديالنا المغربيه الاولى اللي كنا كنديروا. هنايا اللوز كي قلت لكم راه ما درت لينا حتى شي حاجه، خليته بحال هكاك ناشف. غادي نضيف عليه غير العود. ملي غنكمل اللوز من الفوق غادي نزيد شويه ديال الزهر او ديك الشاصيه ديال الزهر. كندير غير واحد شويه ماشي بزاف باش كطينا البنه. صافي وغادي ندهن واحد الورقه واحده اخرى غادي ندهنها بهذا الزيت ديال اللي بقى ليا من البسطيله او من الدغميره ديال الدجاج ديال البصله وهذا واللوز عفوا والبيض. صافي دابا غنبدا داك الاخره اللي درت هي اللي غنبدا بها هي الاولى. كنجمع بحال هكا. انا ما تنكثرش الورقه البنات. كاين اللي كيدير 3 اخرين الوسط كيجمع بهم عاد باش كيجمع هادي كيديروا على شكل ورده. هانتوما كتشوفوا راه كتجي ساهله البنات. كنتمنى نكون ما زربتش الفيديو. انا ما بغيتوش يجي طويل داكشي علاش. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوها لي في الكومونتير غادي نعاود ندير لكم ان شاء الله وحيده. يعني غندير بسطيله ديال الدجاجه وحده اللي بغيتوها ان شاء الله بالنسبه للبنات اللي غيخدموا لي كوموند. اللي عنده شي اللي عنده شي يعني بغى يسول على شي حاجه مرحبا في الكومونتير او على الواتساب اللي انا غنخلي لكم النمره ديالي. واللي بغى شي حاجه البنات يعني خطبه اسبوع اللي بغيتو شي حاجه رفيسه كسكسو حلويات ديال اللوز ديال الصابلي اي حاجه بغيتوها مرحبا بكم على الراس والعين. يعني انا رجعت كنخدم هكا المناسبات كاملين ان شاء الله. مرحبا بكم. وكان لو سمحوا لي على طولة الغياب على طولة الغيبة على حساب الظروف. صافي انا مبقيتش كنت حبست الخدمه داكشي علاش تقريبا دابا شي سنه ولا شي عام دابا ما بقيتش خدمت. صافي من بعد ما جمعت الورقه ديالي هذوك الجناب ديال البسطيله حيدتهم قطعتهم وتندهن بالبيض. بالنسبه للبيض البنات درت هنا جوج بيضات باش غيقدوني وسط البسطيلات. درت جوج بيضات درت عليهم الروح ديال الزهر واحد القريعه صغيره ديال 5 دراهم هذيك المذاق ديالها زوين. درت تقريبا واحد 3 ديال القطرات وطربته مزيان وتندهن به. وعاد غادي ندهن بالزيت عاود من الفوق. ما كنديرش الزبده لان الزبده الا بقات الورقه كتدبال وما كتبقاش مقرمشه.
انا كندير غير الزيت. بالنسبه للزيت هنا كناخذ واحد القطيب وكنثقبها مزيان باش كتبقى كيف ما شفتوها، كيف ما كتبقى يعني ما كتنفخش. الا ما تقبناهاش البنات راه كتنفخ وكتولي الورقه فقنت والبسطيله فقنت، الحشوه فقنت، يعني ما كتجيش زوينه. ضروري ما كتقبوها مزيان وما تخافوش. صافي غناخذ هنايا دابا الزيت ديال البسطيلانيس وغادي ندهن به من الفوق. الشكل ديالها جا زوين مع الشكل ديال الزعفران وداكشي جا زوين. حاجه البنات زيدوا زعفران شعره، انا راني ما صورتوش. اللي عنده ديروا، اللي ما عندوش ماشي مشكل، راه تتجي بنينه بلاش. صافي هذيك الورقه اللي قطعت قبيله قطعتها طريفات صغار كيف كتشوفوا طويله، وزينت بها من الفوق بحال على شكل وريضه. صافي وغنخليها. صافي انا صورت لكم البنات غير وحده، اما الاخرين راني صورتهم ثلاثه درتهم يطيبوا وثلاثه بقاو هما هادوك كيف كتشوفوا. درنا 6 ديال الطوابل اللي درنا. صافي وصيفطناهم من الفران. هذه هي غنزينها، هي الاولى. الاولين حنا دفعناهم للرجاله، بقاو غير هاد ثلاثه ديال العيالات هما اللي غادي نصور، وغادي نزين لكم غير وحده. صافي كيف كتشوفوا جانا داكشي مزروب، داكشي علاش ما صورتش كلشي في خطره واحده. صافي انا سخنت العسيله، كندهن من الفوق بالعسيله من الفوق. وما غاديش انا ندير سكر كلاصي، اللي بغى يدير سكر كلاصي يديرو، حيت اغلبيه راه ما كيبغيوش حلاوه بزاف. يعني صافي درت غير العسل بوحدو. وممكن نزينو بالبيض ديال السمان، ممكن نزينو يعني بالنوغا. دائما الزين راه كيبقى على حساب الذوق ديال كل واحد وفي الاستطاعه ديال كل واحد. بالنسبه لي انا اللي غادي نخدم، اللي بغى شي حاجه يعني غتقولوا لي الطلبيه ديالكم شنو بغيتو باش على التزيين وعلى الخدمه وعلى كل شيء، ومرحبا على الراس والعين. صافي هنايا دهناها كلها وغادي نزينها باللوز من الفوق. ممكن نديرو حتى الكاوكاو، يعني كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو. صافي كملتها. دابا غادي ندير واحد الطبسيل من الفوق كيف كتشوفوا، وغادي نزين. زينو باللوز هذا كونكاسي او لوز فيلي او كاوكاو، داكشي كيبقى على حسب التزيين ديال الكليان وشنو بغا. صافي غادي نزينها كلها هكا وصافي، وما غاديش ندير السكر كي قلت لكم. صافي دابا هنا درت البريوات. صافي وغادي ندير غير شويه الورد، يعني ما غادي ندير حتى شي حاجه. ممكن اللي بغى بيض السمان ممكن نزيدوه في الوسط. ممكن ديروا النوغا حتى هي مثلا بالجناب. ممكن ديروا هذا، ما بغيتوش ديروا هكا البريوات ممكن بلاش. المهم دائما الزين كيبقى على حساب الذوق ديال كل واحد وعلى جهد كل واحد. صافي دابا غادي نكمل وغادي ندير الورد من الفوق. تنقول لكم سمحوا لي البنات، انا ما كنتش كندخل نهائي اليوتيوب، ما كنشوف التعليقات، ما حتى شي حاجه. يعني راه مده طويله هذه غيبت، انا عرفت راسي غبت عليكم، غير سمحوا لي، ولكن هادشي اللي كاين. المهم حاجه واحده اللي انا قلت لكم، دابا رجعت للخدمه، رجعت يعني كندير، رجعت بهذا المشروع هذا اللي درت فيه يعني الطياب، البساطل، الحلاوي، الحواله مشويين، يعني اللي بغيتوها مرحبا على الراس والعين. بريوات، المملحات. دابا رمضان ان شاء الله جاي، غادي ندير ان شاء الله، غادي ندير الشباكيه، غندير سلو، غادي ندير المملحات ان شاء الله باذن الله. غندير لكم شي فيديو غادي نشرح لكم ان شاء الله كل شيء، داكشي اللي غادي ندير ان شاء الله باذن الله. صافي وهادو هما اللي باقيين مزيين، غير وحده دابا، والاخرين راه باقي ليا ثلاثه، عاد نكملهم في الزين. صافي وهذا هو الشكل النهائي كيف كتشوفوا ديال البساطل ديالنا. كيف كتشوفوا هنايا راه غادي ندفعوا، غادي يصيفطوهم يديوهم كيف كتشوفوا. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون يعجبكم، وكنقول لكم توحشتكم بزاف، وما تنسونيش من التعليقات ديالكم، وقولوا لي هادشي كيفاش جاكم. ولا عجبكم هذا المشروع اللي بديت ان شاء الله باركوا ليا وقولوا لي توكلي على الله وحنا معاك. شجعوني باش نعاود نرجع كيف كنت حيت ما بقيتش صراحه، شحال ما بقيت توحشت خدمتي. هذه الحلوه حتى هي صايبتها كيف كتشوفوا، درت 6 ديال البلاطويات اللي صايبت كيف كتشوفوا. هذه حتى هي على حساب الطلبيه ديال جارتي، داكشي اللي بغات انا كنديرو. بالنسبه للناس اللي بغى شي حاجه مرحبا، وكنقول لكم